أنا ماجد القريرة، مصور فني، مصور فوتوغرافي ومصور فيديو. يعني احنا من قبل عندنا شغف فني صغير، لكن في الألفينيات بدينا نطلعوا كذا. في 2004 خديت كاميرا ديجيتال، بديت تطلع من الكاميرات الديجيتال، بديت مجالي في مدينة سبا الحبيبة، وحاولنا نطور روحنا مع فنانين اللي هو وزملائي واصدقائي، اللي هو فنان ابراهيم عزاقة ومنصور علي، والله يرحمه ويغفر له سعد ابراهيم. فهنا انطلقنا، وهنا كانت البدايه، وحاولت اني نطور من روحي لين وصلت ل 2008 2009. طلعت برا، شاركت في مهرجان في المغرب مكناس، وكانت مشاركات حلوه، وتعرفت عليه فنانين، تعرفنا عليه ودرنا ورش عمل وخلينا نفهم، وطورت المجال هذا أكثر. وبدأت المشاركات الدولية، شاركت في تونس وشاركت في مصر، شاركت في بعض الدول العربية. ليش أنا مشيت لجهة أخرى في مجال التصوير، اللي هو التصوير الدعائي، لجهات يعني مش زي الحياة اليومية. لما تطلع الحياة اليومية وإحنا عندنا عراقيل، يعني بشكل هل عندك تصريح على كان، يعني مش كان هو متعب عندنا الآن، فخلانا ناخذ اتجاه ثاني في مجال التصوير. هي حقيقة أن هو المجال التصوير الدعائي قاعد بالنسبة للتجار ضعيف. عادي صورة تأخذ 8 ساعات، هذه صورة واحدة، يعني لما تجي أنت تقارنها في السعر وفي التكاليف، فالزبون ممكن يستغلها وما يظنش أن وراها معدات، ووراها يعني معدات حديثة ومتطورة. نتمنى أن الشباب يطوروا من شغلهم ويستمروا في هذا المجال، لأن نراه مجال كبير، ومجال يعني فيه شغل كويس، ويطوروا من روحهم.